ذات يوم جلست مع نفسي وبرفقتي فنجان قهوتي، وفجأة شعرت وكأني أرى نفسي بمرآة دون وجود انعكاس لذاتي، وكأنني أتجرد مني شريط من الذكريات يجتاح خاطري ويسيطر على هدوء جلستي مع فنجاني، حكايتي مع السماء، معاركي، مخاوفي، متاعبي التي واجهتني، صراعاتي، انتصاراتي وخذلاني، وكأنني أحضر فيلما بطله أنا. تفاجأت وقتها أنني تجاوزت كل هذا. حينها أدركت قوتي، استشعرتها بداخلي، فحضنت نفسي وقبلتها وشكرت لي. حياتك صارت مملة بعد ما شفت حياة المشاهير على السوشيال ميديا؟ بعالم السوشيال ميديا كل شي بيظهر مثالي، الصور، الفيديوهات، اللحظات المميزة وغيرها، وكتير مننا بقارن حياته بحياة المشاهير اللي بيشوفها، وهاي المقارنات بتأثر علينا بطريقة سلبية، والنتيجة نبدأ نكره حياتنا، نكره نفسنا، وأحيانا نبدأ نشوف شركائنا بشكل سلبي لأننا مو قادرين نواكب صورة الحياة المثالية اللي بنشوفها على الإنترنت. لكن الحقيقة هي إننا ما بنشوف إلا الجزء اللي بدهم يعرضوا، لأنه مش كل اللحظات حلوة، مش كل يوم هو يوم نجاح. كل واحد فينا عنده تحديات، صعوباته، والمشاعر اللي ما بتظهر على الشاشة. فليش تقارن حياتك بحياة ناس ما بتعرف عنهم شيء؟ لهيك خلي حياتك تكون حقيقية، وكون فخور باللحظات الحلوة والمر. الغنى هو غنى النفس. يعني أنا ما معي مصاري كتير، بس دايما بشعر حالي إني غنية كتير وأغنى من الملوك. عندي غنى فاحش. ليه؟ باكل الإشي اللي في نفسي أكله بلحظة ما نفسي أكله، بحاول ألبس الإشي لو كان بسيط وعندي من 10 سنين، ولكن بعيد طريقة لبسه بضبطه، بسويه بهيئة جديدة، فبشعر بالتالي إنه أنا لبست قطعة جديدة. كل شيء أنا قادرة أحصل عليه من أقل شيء بشعرني بالغنى، لأنه الغنى مش بالفلوس، الغنى بالشعور الداخلي دائما بالاكتفاء.